تعالى بقى اخدكم عند ماما هتعمل لنا احلى اكلة مصمت ممكن تاكلوها، ربنا يديها الصحة. معلش بقى التصوير ما كانش قد كده علشان بقى كان الولاد موجودين ومعرفتش اصور كويس. بصوا بقى ما شاء الله عملت لنا بقى طحال وفشة وممبار او عصبان وكوارع. تعالى بقى اوريك الطريقة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نستعين. كده هنعمل أكل إن شاء الله أكلة سمين. إحنا هنا بنقول عليها في القاهرة أكلة مصمت، اللي هي عبارة بتبقى على ممبار، على كوارع، كرش الفشة والطحال والحاجات دي يعني. بره بقى معرفش بيقولوا عليها ايه، بيقولوا تقريبا كانت عمتي كدادة الله يمسها بالخير في ليبيا بتقول عليها عزبان، بيقولوا عليها عزبان. الدول الشقيقة بيقولوا عليها تقريبا كنا احنا هنا في مصر بنقول عليها أكلة مصمت أو فواكه البحر، صح؟ عاوزين بقى سيبها كده تطلع الأول البصلة. أنا ما في ناس بتعملها ني في ني، بس أنا انتوا ما بتحبوش الني في ني يعني. أنا ما بحمرش البصلة قوي، بس بخليها تدبل كده وباجي مسبكاها عشان ما تبقاش حامية يعني. الأول البخار بتاع البصل ده الأول يعني نسيبه كده شوية لما يطلع البخار بتاعه يعني بيبقى أفضل يعني. بعد ما تطلع الريحة بتاعتها دي بحط زيت. ما بحبش احط سمنه انا في الاكله دي لانها اصلا بتبقى دسمه. السمنه بقى بحب السمنه البلدي بحطها في اللهم صل على النبي في المحشي بس كده. بحط بقى ايه قرنين فلفل حراق على بارد كده، وبعدين اضربهم في الخلاط احطهم بقى على البصله وهي دبلانه كده. ما بحمرش البصله مع المنبار كده ايه يعني، خليته دبل شوية يعني قرب هيصفر، بس لا خلاص كفاية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى قوط على حتة بنجر، على قرنين فلفل حراق، على قرنين رومي، بقى حطهم بقى كده سيبها تتسبك. وعندي كيس كمان كنت مفرزاه في الفريزر هحط عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كنت مفرزاه بقى ضرباه يعني في الخلاط وكله. ده ايه ملح وفلفل وكمون وبابريكا وكزبرة مطحونة. وحطيتي سكر من شوية؟ حطيت ندعة سكر كده يعني عشان ايه المزازة بتاع التخطيط. شوفي التخطيط ده احنا بتوع التخبيط. احنا بقى الستات القديمة، ودي كانت عندي خضرة عشان الجو بيبقى حر وكده مش بيستحملش. بقدونس على كزبرة على شبت كنت مفرزاها، بس ما بحبسهاش، بس هي كانت عندي يعني. يعني ممكن بدل تترمي مثلا الواحد بيفرزها، بس طبعا مش بتبقى يعني زي طبعا اللي هي الطازة الصراحة، عشان الواحد يقول الصراحة يعني. بس أنا عندي يعني طازة هحطها برضه. أهم حاجة الصراحة. أيوة عندي الصراحة. وهنا برضك شبت على خضرة على كزبرة، دي من اللي هي الفريش كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين انا بحب ايه يعني كمان ادي تشويحه كده مع الرز ده رز مغسول ومتصفي صفيه بس طبعا، بس بحب احطه يعني كده اشوحه في التسبيك يعني عشان تشويحه كده عشان ياخد ايه زي
تسوية بسيطة كده عشان يعني ما نقعدش كتير في الممبار، يعني يدوبك الممبار ايه ياخد تسويته. بسم الله نقلبهم بقى مع بعض. بسم الله. بعد بقى ما بقلبها باجي حاطة حبة خضرة دي، حتى لو على المحشي برضه باجي حاطة حبة الخضرة دول في الآخر كده ومقلباهم عليهم يعني. ما شاء الله، بسم الله. ريحة جميلة. اللهم صل على النبي. أكلة أنفاس يا بنتي، كل واحد ليه نفسه. طبعا انت الأصل. كل واحد ايه ليه نفسه. سبحان الله، هي يعني الناس كلها بتعمل طريقتها وكل واحد ليه طريقته، بس هو في الآخر أكل واحد يعني، بيبقى كل واحد حاطط ايه نفسه في الأكل بتاعه. أيوة النفس. زي ما احنا بتوع زمان بنقول كده. تمام. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هنسيبه بقى يبرد، ولما يبرد بقى نقعد نرجع نحشيه لكم تاني إن شاء الله. الكارع حطيت فلفل أسمر وبهار القرنفل، قرفة، حبهان، فلفل أسود، بصلاية متقطعة وقطاية متقطعة. بالشوارع بقى متنضفة ومنقوعة طبعا، غسلاها مغسولة كويس جدا بالليمون وبالدقيق ومظبطاها يعني ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ايه نسيبها لما تغلي هنلم الرم اللي عليها. صلى على النبي. بتاع ده حاطه فيها ملح، فلفل، بهار، حبهان، قرنفل، قرفة، وهسلق بقى ايه الكرش فيها. الفشة بقى. الفشة قصدي الفشة. وبعد الفشة بقى ايه عندي طحال. الطحال بقى هحطه بعد ايه ما دي تستوي، هحطه في نفس المية. طبعا كله غسلاه بالليمون ومظبطاه ومنضفاه والحمد لله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي. كده تمام. ولما تستوي هاجي مطلعاه وحاطه الطحال يستوي مكانها، مفيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ايه الممبار طبعا، بس طبعا احنا قلبناه وكحتناه بالسكينه وقعدنا نغسله بدقيق وخل وملح وليمون، وبعد كده بقى ايه قلبناه على وشه كده، ودي النتيجة بالنهاية بقى زي الفل. عشته ايه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هوريكم كده كام واحدة بس واحنا بنمشيهم، وبعد عشان ما نطولش عليكم. ادي بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعمل كده وبعمل كده يعني كده. في ناس بتعمل بالقمع برضو. لا ده الأم ده اللي هو الضاني، أما ده يعني مش مستحمل. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس يعني ممكن ما تعرفش تعمل لا بالطريقة أصل دي. ده اللي ممكن العرايس الجداد اللي هم ممكن زي كده. أنت لحد الآن ما بتعمليش الأكل عندك في البيت ممكن تعملها بالقمع، بس أنا شايفة القمع بيبقى ممل يعني. ده لما بعمل بيت ضاني بيبقى ممل، لكن كده يعني أفضل طبعا. على طول كده هو أصلا بيسهل يعني. بفتح بإيد والإيد ماسكة بيها، وبفتح بإيد التانية كده أهو، يعني سهل خالص أهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما بنملاوش كتير عشان إيه لسه الرز هينفش بقى في الرز التسوية. هينفش وما يبقاش تخين يعني أوي كده، عشان أنت عارفة أنت هنا بتحبوه شوية. بس كده يعني. كمان أعمل لكم كده إيه كمان واحدة. لا خديها هعمل لكم كده كمان كم واحدة أو سهلة. بس بدخل صباع كده وصباع التاني والإيد التانية بقى كده وبحشي كده يعني كده. سهلة خالص يعني، مش مشكلة يعني، عادي إن شاء الله تبقى سهلة على الإيه البنات. هم كل الناس ما شاء الله يعني عليها، كل الناس بقت شاطرة دلوقتي. كله لا كله من زمان الزمن يعني، من بتوع زمان وهم. بس هي بتبقى فكرات يعني، كل واحد بيدي فكرة للتاني، ويعني كل واحد ليه زي ما بنقول كده ايه
تاتشو وليه ايه لكل شيخ طريقة. وفي الاخر النتيجة النفس برضك هقول لك. ايوه النفس هو اللي بيبقى في الاخر. بتسيبه كده مش قوي يعني، يبقى حلو كده عشان لسه هينفش طبعا في السوا وكده. الشغل بيقول لك تسلم ايدك يعني، ما قلتش حاجة. تسلم ايدك. وانا عملت حاجة؟ لا تسلم ايدك يا عمر. وانا عملت اكل. لا ما عملتش حاجة. فيعني الواحد على قد ما يقدر يهم عياله كده يوم يكونوا هم فاضيين فيه، يكونوا نجمع أولادنا على أي أكلة بيحبوها، يعني مش لازم سمين أو أكلة من دي، يعني أي أكلة بيحبوها أولاد الواحد لازم يلمهم مع الأحفاد كده، يعني بتبقى شيء جميل وربنا يصلح بيت المسلمين جميعا. ودي حبايبي أهو يا حلوين، وما تنسوش بقى تدعموها وتشجعوها وتشتركوا في القناة بتاعتها عشان احنا هي نشجعك انت بقى، عشان هي لسه جديدة. وادي حبايبي وما اطولش عليكم بقى، ولما نخلص خالص هبقى نوريكم النهاية النتيجة في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي يا جماعة ايه الممبار بعد ما تحشي المية دي حطيتها والمية بقى دي فيها منكهات، قرنفل، قرفة، حبهان، بصل، قرن فلفل، قوطة كده، يعني منكهات دي، ورق لوري عشان يعني الريحة. ونسيت أقول كيلو الممبار عليه كيلو رز كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط طبعا على قد الحلة، ما بنحطوش كله مرة واحدة، على قد الحلة ما تاخد. وبعد كده ايه اللهم صل على النبي، ممكن نعملهم على مرة تانية، مش مشكلة، مش هيحصل حاجة. نعملهم على مرتين، نسلقهم على مرتين وبعدين خلاص هيك كفاية كده، عشان ايه دول نعملهم مرة تانية. هنلاقي ايه الفشة بعد ما ايه اتسلقت، طبعا سلقناها بالمنكهات وكده. وبعد كده بقى بنمسكها نقطعها عشان ايه نحمرها. في ناس تانية بتقعد تشوحها بسمنة مع البصلاية، بس الطريقة دي طريقة تانية يعني، بيعملوا معاه كفتة وقلب وكده. دي يعني بتبقى ايه أكلة كده في سندوتشات لوحدها. ديت يعني بتتحمر كده، احنا بنحطها محمرة كده، بنحمرها وبعد كده ايه بنرش عليها ملح فلفل حاجات يعني. ده بقى ايه يعني، عشان طبعا ما بنقدرش نسلخها ونيجي جنبه قبل ما يتسلق، عشان ممكن يقعد يخر دم. دي الفشة؟ لا فشة ايه، ده الطحال. ده الطحال؟ الفشة ايه انا مقطعاه، ده الطحال. عشان بنضفه يعني بعد ما يتسلق، مش قبل ما يتسلق، يعني نشيل منه اللي هو الجلد ده، القشرة الخارجية دي. القشرة الخارجية دي كده يعني. عشان ايه ما ينفعش طبعا بنشيلها قبل ما يتسلق، عشان ممكن هينزل كل السوائل اللي جواه، يعني الحاجات اللي هي الخارجية دي كده البسيطة دي تتشال بسهولة يعني، مش بعد ما نضفت الجلد اللي ملوش لازمة بنقطعه كده ايه صوابع، شرايح يعني بالطول كده. بعدين عشان نحمره يعني يبقى كده. كده خلاص كده بقى. يا جماعة بعد تلت ساعة كده بنجربه، يعني بنعمل ايه، نطلع واحدة كده اهو، نطلع منها الرز. لقينا الرز استوى خلاص، يبقى كده نشيله بقى، مش لازم نص ساعة ربع ساعة، على حسب ما الرز يستوي، مش وقت معين يعني. ماشي خلاص كده هو استوى، هطلعه بقى واحط الزيت ونحمر بقى. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى نحمر الكرشة لوحدها، ده عشان الكرشة.
حمرت كرش لوحدها وحطيت ملح رشين خمسة عشان ما تنفش. وبعدين وراها الايه الفخار. بس الثانية نحمر الممبار. اتفضلوا معانا يا جماعة. كده الأكل بتاعنا النهاردة، وصلوا على النبي كده، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم. عايزة اقول لكم بقى الاكل ما شاء الله كان جميل، وكفاية ان هو معمول في البيت ونضيف وحاجة جميلة. وادعوا كده لماما ربنا يديها الصحة ويخليها لينا. يلا يا مالك، الولاد بقى بيدوقوا. رأيكم ايه يا ولاد؟ انا في الطرف العام. بيبسي مع الاكل يا جماعه. بيبسي اهو. خلاص. حابب